يا مساء العسل. النهارده هنعمل مع بعض البطاطس الكيرلي. طبعا انتوا عارفين ان اشهر المحلات بتبيعها. انت هتعمليها النهارده في البيت، دي اقرب طريقه وطعم للبطاطس بتاعت بره الكيرلي. انت ضامنه انت حاطه فيها ايه، وضامنه الزيت بتاعك، وولادك طبعا بيموتوا فيها. يلا بقى، ما تنسيش الاشتراك في القناه ولايك وشير لو اول مره تشوفيني. عندي هنا 2 بطاطس مقطعاهم حجم متوسط، ومعايا ربع كوبايه لبن، ومعايا كوبايه دقيق، ومعايا معلقتين نشا. والتوابل اللي معايا ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، وعندي توابل البطاطس والكبة بتاعتي. اول حاجة هعملها ان انا هاخد البطاطس، هقطعها مثلا مكعبات او زي ما هي، المهم ان انت تسلقيها لغاية ما تتهري، يعني تبقى طرية قوي. سلقتها بمية وحبة ملح بس. خلاص هي دايبة خالص، يعني انا ممكن اعملها بالشوكة. المهم بعد ما صفيت المية بتاعتها هجيب الكبة بتاعتي وهنزل فيها البطاطس. انا مش قادره اقول لكم بجد طعمها ازاي حلو قوي كده، يعني الواحد بيخاف يهدر بس تحفه. المهم التوابل بتاعتي كلها هقلبهم مع بعض كده. هسيب مثلا بتاع تلت المقدار بتاع التوابل. انا حاطه من كل حاجه معلقه تعتبر كبيره هرميه شويه. بص سايبه حبه صغيرين. نزلت بالكميه الاكبر على البطاطس المسلوقه بتاعتي في الكبه، وهنزل عليها باللبن وبس كده. هابتدي ان انا اضربها في الكبة بتاعتي لغاية ما تبقى بيوريه كده، بس ناعمة قوي قوي قوي، زي ما انتوا هتبقوا شايفين دلوقتي. بصوا ناعمة ازاي، يعني انت هتقعدي تضربي فيها لحد ما تبقى ناعمة كده، هي مش هتاخد وقت منك خالص. لقيتيها جامدة معاكي تزودي لبن، لقيتيها سايلة معاكي تزودي ايه، حبة دقيق. فاهماني؟ يعني ما تلتزميش قوي قوي بمقدار الدقيق طبعا، والنشا واللبن على حسب البطاطس اللي انت هتعمليها، الحجم اللي انت هتعمليه. نزلت بمعلقتين النشا وكوباية الدقيق، ونزلت بالتوابل اللي احنا مخلينها مع بعض بقيتهم يعني. وهبتدي انزل بالخليط اللي هو بتاع البطاطس اللي احنا ضربناه مع بعض، وهبتدي ان انا اقلبهم بقى. بس كده، بصوا شكلها عامل ازاي، يعني ولا سايل قوي قوي ميه، ولا ماسكه نفسها طبعا. بصوا، انا عايزه اوصل للقوام ده، لازم توصلي للقوام ده اهو. تقيله وسايبه شويه، تقدري تشكليها يعني. هجيب هنا كيس او اجيب الحلواني اللي انتوا شايفينه، والبلبله بتاعته تبقى ارفع حاجه، اصغر حاجه، الدايره بتاعتها تبقى هي اصغر حاجه. طبعا عايزه تجيبي الدايره الاكبر، او عندك الدايره الاكبر ما فيهاش مشاكل. عايزه تجيبي كيس وتخرميه رفيع برضو ما فيهوش مشاكل. ده اللي متاح عندي، ده اللي موجود. فضيت فيه البطاطس كلها اهي، والزيت بتاعي مش سخن ومش بارد. يعني انا لسه مولعاه، واستنيت مثلا دقيقة كده يدفى كده علشان اعرف احط فيه البطاطس بتاعتي، ما يبقاش سخن نار، عشان طبعا انت هتحطي البطاطس هتتحرق منك، لا هتستوي ولا اي حاجة خالص. بصوا حتى لسه ما عملش فوران يعني. احط حاجتي مرتاحة، البطاطس بتاعتي، وبعد ما اشكلها هتلاقي الزيت سخن اصلا معاكي. يعني كده انا عاملاه على نار هادية شوية. بعد ما اخلص التشكيل بتاعي هعمله بقى اعلي النار عادي. وخلي بالك هي في يعني في الطاسة قصدي، تحسيها بتنفش منك شوية. بصوا، ده اللي انا بقول لكم عليه. تحفة تحفة يا جماعة، بجد بجد لازم تجربوها. وعادي الاشكال ممكن تطلع منك بطريقة غريبة كده، مش مهم، هي برضو بتتاكل، طعمها حلو طعمها حلو. او تلتزمي يا ريت شايفة انا بعمل الدايرة فوق الدايرة، الدايرة فوق الدايرة، يعني ولا توسعيها قوي ولا تضيقيها قوي، علشان تبقى معاكي زجزاج كده، تيجي تطلعي البطاطس تطلع معاكي زي سلك التليفون. المهم اول ما تبتدي تاخد اللون الحلو قوي الذهبي اللي انت عارفاه، طبعا هي مش ملسوعة، لا هي لونها حلو قوي. وكمان ما تنسيش ان التوابل بتاعه البطاطس لونها برضو محمر شوية. بطلعهم اول ما ابتدي اشوف ان هي اخدت اللون بتاع السوا مظبوط قوي، هبتدي اطلعها على الصفاية بتاعتي.
بلاش على مناديل، هتطرى قوي 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 منك. وهجيب بقية البطاطس بتاعتي برضو وانزل بيها على الطاسة وهدي النار، لان الزيت طبيعي بيبقى سخن من الدور اللي فات بتاع البطاطس. شايفة انا بعمل الدوريات ازاي نازلة فوق بعض اهو. وبس كده، احلى بطاطس كيرلي انت ممكن تاكليها. اتمنى لو الفيديو عجبكم لايك وشير. مع السلامة.